الله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي الولاة، السيدة القيادة، السادة القياد، الإخوة والأخوات المشاركين في عملية القرعة، السادة الحجاج، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما غاديش نطول لأن الكل القلب خفيق وإذا تنتظرون نتائج القرعة، إنما أقول كلمة اللي كنعاودوها كل سنة، هو أن بودنا أن يكون الحظ حليف الجميع نساء ورجالا، لأن أي واحد فيكم ولا وحدة فيكم اللي تسجلت أو تسجل فإلا وقلبه معلق ببيت الله الحرام وعنده واحد الرغبة أكيدة أنه يزور البقاع والمقام الشريف والكعبة المشرفة ويؤدي مناسكه إيمانا واحتسابا، إلا أنه كما تعلمون وربما هذه القضية أصبحت معروفة لدينا جميعا، هو أن القرعة جات واللي حكمها وكتستند على فتوى ديال المجلس العلمي الأعلى جات باش أنها ديال المساواة في الحدود وتحاول ما أمكن أنها تعطي الحق للجميع من خلال فتح التسجيل أمام الجميع، ولكن بما أن الكوطة المغربية هي معروفة عند الجميع واللي كتوزع على كل الجماعات الترابية ديال المملكة، فأكيد أن غادي ينال هذا الحظ ديال الزيارة ديال الديار المقدسة إلا اللي حالفوا الحظ، ونتمناو من القلب الخالص أن الحظ يكون حليف للجميع، وأكيد أن اللي ما حالفوش الحظ فيكفيه واحد الثواب كبير أنه عنده واحد النية صادقة باش أنه يؤدي هذا الفرض من فرائض المفروضة علينا في الإسلام، وأن عمل الخير مفتوح وليس بالضرورة أن يكون مرتبط بجهة أو بمقام معين، فأبواب الخير مفتوحة أمام الجميع واللي ارتيادها أمام الجميع أيضا هو مفتوح من أجل الثواب ورضا الله سبحانه وتعالى. احنا ضيوف عندكم، وأكيد أن الناس اللي شرفوا على العملية ديال التسجيل واللي حاليا كيشرفوا على عملية ديال القرعة حتى هما ضيوف عندكم، لأن عملية القرعة هي عملية نزيهة كيف غادي تشوفوا نتوما اللي غادي تقوموا بها، نتوما اللي غادي تسحبوا البطائق، نتوما اللي غادي تعلنوا على النتائج، وانتوما اللي غادي تصرفوا نفوسكم من الأول إلى آخر رقم في المسجلين. قبل الختام أود أن أشكر أنتم بعدا اللي سجلتوا وعندكم هذه الرغبة في
حج بيت الله الحرام. ثم كنشكر السلطات المحليه والسلطات الولائيه التي بذلت جهدا كبيرا في تسجيلكم واتخاذ جميع الترتيبات اللوجستيكيه والتقنيه من اجل تيسير عمليه القرعه، وبالتالي السير بهذه العمليه الى ما يقتضيه الامر من نزاهه وشفافيه. واتمنى للجميع الحظ الوفير، وان شاء الله اللي مشى يدعي معنا ويدعي مع الجميع ويدعي مع بلادو ومع ملكو ومع الامه المغربيه ومع الامه الاسلاميه جميعا، واللي ما عرفوش شي الحظ نتمنوا ليه فرصه مقبله ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لن أطيل عليكم كثيرا، أود أن أبارك لكم هذا الشهر المبارك، الله يدخل علينا وعليكم بالصحة والعافية إن شاء الله الرحمن الرحيم. ما غاديش نضيف بزاف على اللي قال السيد المندوب لأنه كلامه شامل وجامع لكل المقتضيات المتعلقة بهذه المنفذة. غادي نديروا الآن القرعة الخاصة بحجاج العمالة والأقاليم. الملحقة الإدارية 1 طلب رشد، العدد ديال المشجرين 330 شخص، والحصة 24 شخص إن شاء الله الرحمن الرحيم. إضافة وحدة، الله يجزيكم بخير، عاونونا بشي الهدوء باش نكملوا العملية في أحسن الظروف. بالنسبه لواحد الشخص سبق له الذهاب للحج راه محيد باش ما يستناش بزاف هنايا. العمراني العربي سبق لي الحج في 1430، وبالتالي فتم سحب القسيمه ديالهم من المشاركه في عمليه القرعه. راه نتوما اللي غتجبدوا واحد بواحد ان شاء الله الرحمن الرحيم. بس تفضلوا. محمد كمبور، غيزلان متقي، الحسن كمبور، رقية بن سكري. بوجمع القيدي ولا الفيدي، نادية اليماني، بوجمع الفيدي ونادية اليماني. أحمد كنزاوي ورشيدة غرباوي. أحمد كنزاوي ورشيدة غرباوي. محمد حمري والصالحة النشاوي. عيسى المستعين،
فاطمة أشتوك. صالح الشيخ. مع زينة كباسي. أنا 14 شخص. عبد السلام سحنون وزهراء سلوم. مبروك. الحسين الغويتة الهوينة هويبة. الحسين الغويبة. حسين الغويبة. محمد بوردة. ملكة بوشريف. دريس الزكري مع فاطمة العرابي. أنا 21. عبد الله مازوز. آمال ولاد. رشيدة مازوز. فاطمة الأنصاري. هاد الأشخاص هادو كاينين كيتواجدوا معنا في القاعة. ويتعلق الأمر بالسي عبد الله مازوز والزوجة ديالو أمل ولاد والابنة ديالو رشيدة مازوز. الأخت ديالو السيدة اللي مع فاطمة الأنصاري الأم والأم. وبالتالي غادي ندير لهم هذا الترتيب هذا الأب والزوجة والابنة والأم ديالو. بالتالي غادي يكونوا وصلنا لعدد 25. يعني 3 منهم غيكونوا داخل الإطار القانوني ديال القرعة اللي هما 24. والسيدة فاطمة الأنصاري غتكون هي الأولى في لائحة المنتظرات، والآن نبداو السحب ديال لائحة المنتظرات. واحد في حالة ما إذا تعذر الأداء على شي شخص أو لظروف صحية أو لظروف الوفاة، فالأول بالأول من نفس المقاطعة.